السلام عليكم حبايبي، وحشتوني. النهارده ان شاء الله هنعمل الجمال والعظمه دي. طعمها هش جدا، خفيفه، قطنيه، اقتصاديه، حاجه كده طعمها حلو قوي. هتعجبكم ومش هتبطلوا تعملوها. كمان الشتا جاي، عايز كل شويه حاجه مع كوبايه الشاي، مع كوبايه الشاي بلبن، مع اطفالنا في اللانش بوكس بتاعهم. حاجه حلوه قوي هتعجبكم. يلا بينا نعملها سوا. انا جبت البوله بتاعتي تكون ناشفه، وحطيت فيها كوبايه لبن دافي، وحطيت فيها 3 معالق من السكر حبيبات، ومعلقة خميرة، وكمان بيضة واحدة بس. اللبن يا جماعة لازم يكون دافي، ما يكونش سخن عشان ما يموتش الخميرة، وما يكونش ساقع عشان ما يهبطليش العجين. لازم يكون دافي زي دمع العين. هقلب بقى كل المكونات دي كويس جدا لحد ما السكر يدوب معايا تماما. يا رب تكون وصفتنا النهاردة جميلة وسهلة وتعجبكم. الوصفة بتاعت النهاردة من المعجنات الخفيفة جدا الهشة، اللي طعمها جميل جدا ومميز ومبتشبعيش من اكلها. حطيت ربع معلقة من الفانيليا، واقلب برضو. والزبدة يا جماعة انا هحط معلقة كبيرة من الزبدة. لو الزبدة عندك حطها في التلاجة يا تسيحيها، سيحيها الاول يا دوبك بس تسيح حاجة بسيطة وحطيها. لا اما تكون بدرجة يعني درجة حرارة المطبخ. ما ينفعش من التلاجة، عشان طبعا احنا يا دوبك بنسيحها مع المكونات بتاعتنا يعني. حطيت ذرة ملح كده ما بين ايدينا، ما بين صوابعنا. وحطيت كمان معلقة من البيكنج باودر. وهقلب الخليط بتاعنا كويس. وهنا انا هحط كوبايتين دقيق منخولين. لازم طبعا قبل ما نعمل اي حاجة، يعني سواء كيكات او معجنات او اي حاجة، يعني بحب انخل الدقيق. يعني عشان ما يبقاش فيه اي شوائب او اي حاجة مش كويسة في الدقيق. وكمان علشان تخلي لي العجينة بتاعتي هشة وحلوة كده لما بنخله يعني. انا كده بلم العجينة بتاعتي الاول بالمعلقة. يا ريت يا حبايبي واخواتي، لو عجبكم الفيديو او عجبكم فيديوهاتي عامة او اي حاجة انا بعملها، او بتستفادوا باي حاجة انا بعملها، يعني ما تنسونيش في الاشتراك في القناة واللايك والشير عشان يوصل لكل حبايبنا واصحابنا، وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. انا بقى كده لميت العجين بتاعي. هسيب بقى المعلقة وهلم بايدي بقى، عشان بصوا العجين قد ايه تحت في القاع بتاع الطبق. طبعا المعلقة مش هتجيبه. انا هنا لقيت العجينه بتلزق شويه، يعني مسكت معلقه كبيره كده ورشيتها على العجين كمان من فوق. وهقلب كويس جدا بقى العجين بتاعي كده، هعجنه كويس لحد ما الاقي الطبق نضف. بصوا انا ليه بقول الطبق ينضف؟ عشان يعني ايه اللي لسه مبتدئين او اللي لسه ملهمش في المعجنات قوي، يبقى عارفين هي ازاي العجينه بتاعتهم تبقى ناجحه، وانها بقت كويسه كده واستكفت بالعجن بتاعها. لما تلاقي الحاجه اللي انت بتعجني فيها نطفت كده والعجينه لمت لك كل اللي حواليها. بصوا بس العجينه بتاعت المعجنات الحلو بتاعنا او الوصفه بتاعتنا بتاعت النهارده هي بتبقى ملزقه شويه، ما بتبقاش يعني ماسكه قوي. لازم تبقى فيها حته التعجينه شويه دي، او التلزيقه شويه دي. بس خلاص انا لميتها كويس، هغطيها بكيس واغطيها بفوطه واركنها على جنب شويه. انا مش هقدر احدد لك الساعه، عشان كل واحد على حسب المكان اللي هو قاعد فيه. هي بس اول ما يتضاعف حجمها يبقى هي كده خلاص خمرت. هجيب بقى صينيه او اي حاجه احط ورقه زبده. ورقه الزبده دي عشان تسهل لي طلوع الحلو بتاعي والوصفه بتاعتي، عشان لما اجي اعملها اسويها. انا هنا بس بهبط بس العجين حاجه بسيطه خالص بايدي كده، بهبط التخمير بتاعها. وهاخدها بقى على الرخامه بتاعتي. انت بقى تقسميها كده وهي زي ما هي كده لكور صغيره، او قطعيها لو عايزه تقسميها يعني تبقى سهله في ايدك. انا قطعتها عشان احط النص التاني واغطيه. اغطيه قبل ما اخلص النص ده عشان ما تنشفش مني يعني او تشقق مني. خلاص انا حطيته في الطبق وغطيته بالكيس، وهشتغل في النص ده الاول. بعد ما اقطعه خالص واقطعه كور صغيره كده، هاخد النص التاني اعمله نفس الحكايه ما عملت مع ده.
انا هنا كده عدلتها عشان اقطع كل الكور تقريبا تبقى قد بعض. في النص هلاقيها تخينة شوية، هاخد منها حتت واحطها في الحتت الصغيرة عشان تديني كلها نفس الحجم، ولما اجي اسويها تبقى كلها قد بعض. والحجم ده بتاعك انتي، عايزاها كبيرة ماشي، عايزاها صغيرة شوية اللي تحبيه، يعني على حسب ما انتي حابة تشوفيها او حابة تعمليها صغيرة او كبيرة. بصوا دي الحتة اللي في النص انا بعملها، بقطع منها حتة يعني وبحطها في على الاطراف عشان صغيرين عنهم شوية. بصوا انا بقطع الحتة زيادة اللي فيها بس كده. انا خلصت كل الكمية بتاعتي. بصوا انا عملت كل الكمية بتاعتي ازاي، خلصت كل الكمية بتاعتي، حطيتها تاني على الكيس وغطيتها. هاخد بقى اول واحدة انا اشتغلت بيها، يعني اول واحدة انا عملتها كورة كده هي اللي هاخدها اشتغل بيها. افردها بقى بايدي، افردها بالنشابة او بالعجلة زي ما تحبوا. بالمناسبة يعني العجلة ديت بتاعة العجين وحشة جدا، اللي هي الستانلس دي وحشة جدا جدا، يعني بجد شغلها ما عجبنيش خالص. النشابة اللي هي الطويلة احسن من العجلة دي. العجينة معانا جميلة ازاي، لما سيبناها ارتاحت شوية ما عادش بتلزق في الايد ولا حاجة. انا بقى عايزاها رقيقة خالص. بصوا انا هنا بقول لكم وحشة خالص ما عجبتنيش. بصوا بقت ماسكة نفسها جميلة، يعني بتلزق اللي هو التلزيق العادي يعني في النشابة، بس جميلة ماسكة نفسها وحلوة وناعمة خالص ازاي، وبتتفرد بكل سهولة معايا. افردها بقى، انا عايزاها رقيقة عشان لسه هتنيها كذا تانية يعني. بصوا انا بوريك السمك بتاعها واعمل ازاي قد ايه. بصوا انا بتنيها ببرمها كده، يعني تحسي ان انت بتبرمي سجادة كده، بس انا ببرمها كده. وبعدين بعد ما ببرمها اقفل الحروف بتاعتها كويس جدا. بصوا يا جماعة انا بعمل ايه، ايديا في النص، يعني ايدي في النص بتطلع على بره، ايدي في النص بطلعها على بره عشان انا عايزة العجينة بتاعتي تطول، تبقى رفيعة وطويلة عشان ما تبقاش معجنة. بصوا انا ايدي في النص واطلع بيها على بره، ايدي في النص واطلع بيها على بره. الحركة دي انا بعملها عشان تديني توريقة كده حلوة للعجينة، يبقى العجينة مش مكتومة من جوه. بحط ايدي في النص واطلع بيها على بره. بصوا بتطول لي معايا العجينة كده. بقى هشكلها تنتها في النص وهعملها اكني هربطها. بصوا اكني هربطها، بلف ال يعني الطرف ده والطرف ده من جوه. بصوا بلف الطرف ده كده وبلف الطرف كده، والطرفين التانيين بلزقهم مع بعض كويس جدا واحطهم في العجينة من ورا وبفتحها بايدي بس بسيط. بصوا الجمال والشكل، بصوا شكلها جميل ازاي. هعمل معاكم واحدة تانية، اخليه يعني نصين قد بعض، وهاجي كده بتنيهم على بعض وادخل واحدة عكس التانية. بصوا طريقتها سهلة جدا وبسيطة بس بتدينا نتيجة حلوة قوي. بصوا الجمال. اهم حاجة الحرفين لازم تقفلوهم كويس جدا عشان ما تفكش مننا واحنا بنقليها، عشان هي لسه هتخمر. بصوا الجمال بقى، بصوا شكلها حلو ازاي، قمر قوي. هعمل معاكم واحدة تانية. زي ما قلت لكم عايزين تعملوها بايديكم ماشي، بالنشابة ماشي، بس يعني النشابة بتسهل علينا بسرعة كده ومبتاخدش معانا وقت. احنا هنعملها ونخلص كل الكمية دي وهنسيبها بالظبط 10 دقايق، يعني قبل ما الزيت معانا يسخن هتكون هي خلاص خمرت. وبتتقلي بسرعة جدا، ما بتاخدش معانا اي وقت. هي لو كل الوقت اللي خدته معانا اللي هو بتاع التخمير بس. ما تخافوش اما تلزق معاكم كده، ما تحطيش دقيق. شوفوا انا هنا مش حاطه دقيق، يعني الدقيق اللي انا حاطاه ما بزودش كل شويه ولا بحط فوقها ولا اي حاجه، انا مش عايزاها مكتومه. وطبعا الحجم زي ما احنا متفقين، الحجم اللي تحبيه. خلاص انا كده
بفردها خلاها خلاص رقيقة خالص، اجيبها تاني. انا هعمل قدامكم دي عشان اللي ما خدش باله يشوف انا عملتها ازاي. ببرمها على قد ما بقدر. اهي بصوا، بجيب بقى ايدي من النص طالعه بره، اجيب ايدي من النص وتطلع لبره. سهله جدا، ايدك بس هتمشي فيها هتلاقي الموضوع سهل معاكي خالص. ايدي في النص وبتمشي لبره لحد ما تجيب لك الطول المناسب، وكمان يبقى الحجم بتاعها رفيع. يعني الحجم بتاع العرض بتاع المعجن بتاعي او الوصفه بتاعتنا النهارده تكون رفيعه وكلها سوا بعض، عشان تطلع مديانه الشكل الجميل، شكل الضفيره المدوره دي الجميله. واهم حاجه زي ما قلت لكم، لزقوا الجناب الحروف بتاعتها مع بعض كويس. طريقتها سهله جدا جدا وجميله وممتعه كده، وانت واقفه بتعمليها كده تحسي الله شكلها جميل، تفرحي بشكلها كده. بصوا ما خدتش وقت خالص معايا ازاي. ده الحرفين بقى، اقفلوا واتكوا عليهم مع بعض كويس جدا، هيتقفلوا ومش هيفكوا. ما تخافيش طالما قافلاها كويس، ما تخافيش بس كده. بصوا الجمال والعظمه، حاجه كده جميله، شكلها حلو قوي قوي وقمر قوي وهتعجبكم. بصوا انا هنا خلاص سبتها 10 دقايق. بصوا الشكل جميل ازاي، شكلها بينطق من الجمال لوحده. انا هنا بقى سبت الزيت سخن قوي، وبعدين وطيت عليه واختبرت واحده. اول ما حطيت واحده وطيت بقى، لازم توطي. بصوا هنا انا بقول لكم لازم توطي، الزيت معايا سخن فانا وطيت. ليه بتوطي؟ عشان تستوي براحتها، عشان ده دقيق فلازم يستوي براحته. بس ما شاء الله خمران، مخدوم كويس، واخد كفايته في التخمير، واخد كفايته في العجن. فما شاء الله عليها مش هتفك منك ولا حاجه. بس ما تقلبهاش الا لما تاخد وش من الناحيه دي. لازم لما تاخد وش من ناحيه اقلبيها تاخد الوش الناحيه التانية. بصوا الجمال، بصوا الجمال والطعامه. ما بتشربش زيت خالص، وحتى لما بتاكليها ما يعني اللي بياكلها ما بيصدقش ان دي مقليه، بيفكر ان انت عاملاها في الفرن. بس دي حلاوتها اللي هي مقليه في الزيت. بصوا اللون بتاعها الجميل، بصوا الحلاوه بتاعتها، قمر قوي قوي. انا يعني فرحانه جدا بالنتيجه بتاعتها وبشكلها كمان. وبتتعمل في بالظبط ثواني. يعني هي اول ما بتتحط في الزيت ما شاء الله بتاخد اللون، وكمان عشان هي هشه جدا وقطنيه بتستوي بسرعه جدا. بصوا الحركه دي مهمه جدا يا جماعه في اي حاجه انت بتقولوها. الحركه دي عارفين اللي هي بتنفخ لي العجين، بتنفخ العجين في حتت كده بتبقى مثلا مكان ايدك مكتومه كده. الحركه بتاعت ان انت ترشي الزيت على الحاجه اللي انت بتقليها، بس طبعا ان انت تخلي بالك عشان ما يطرطش عليكي او تبهدلي الدنيا. حلوه قوي. وكمان بتنفخ لي حته العجينه كده وتخليها حلوه قوي. خلاص بصوا ما شاء الله الكميه عملت قد ايه. ما شاء الله كوبايتين الدقيق عملوا كميه قد ايه، ما شاء الله يعني كميه جميله جدا. دول كوبايتين دقيق ومعلقه بالظبط. بس احنا اتفقنا ان هي على طول بتاخد كوبايتين الدقيق، بس المره دي خدت مني كوبايتين الدقيق والمعلقه، فانتوا حطي كوبايتين الدقيق، عايز التاني حط لها. بصوا الجمال، بصوا الجمال والطعامه. بصوا ما شاء الله الكميه قد ايه، وهي اكيد باينه عليها هي قد ايه يعني منتفخه كده، قد ايه هشه اسفنجه جميله جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا اي حاجه. نسيت اقول لكم انا هنا حطيت ده سكر بودره، وكمان كان معايا في ايدي كده رشه سكر حبيبات رشيتها عليه، بس فضلت ان انا اعملها